انتهت قمة الكرة المصرية ما بين النادي الأهلي والقطب الثالث للكرة المصرية النادي الإسماعيلي. أصدقائي الكرة مع عادل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد نلتقي فيه لتحليل مباراة كرة القدم ما بين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1. لو بتشوفونا على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب، ولو بتشوفونا على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك، ولو لسه ما اشتركتش في قناتنا على اليوتيوب بسرعة اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل إشعارات حلقاتنا علشان تكبر معانا ونكبر معاك. ولو بتشوفنا على الفيسبوك ولسه ما اشتركتش بسرعة اشترك، فعل زر الجرس علشان توصلك كل إشعارات حلقاتنا الجديدة. النادي الأهلي فاز على النادي الإسماعيلي وأصبح عقدة للنادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي لم يستطيع الفوز على النادي الأهلي من شهر نوفمبر 2010. 22 مباراة لم يستطيع الإسماعيلي الفوز على النادي الأهلي في الدوري العام. النادي الأهلي فاز على الإسماعيلي 2-1 بهدفي إمام عاشور وبيرسي تاو. بيرسي تاو تقدم للأهلي في الدقيقة 33 وإمام عاشور في الدقيقة 57، وقلص الفارق عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي من ضربة جزاء مشكوك في صحتها. حكم اللقاء أحمد الغندور ظلم النادي الأهلي في ضربة الجزاء، ضربة جزاء كوميدية، ضربة جزاء لا تمت لضربة جزاء بأي صلة. اللاعب مثل إن هو وقع في منطقة الجزاء، إن رامي ربيعة زق اللاعب، وده تلامس عادي خالص. حكم ظلم النادي الأهلي وحكم الفار ظلم النادي الأهلي بعدم استدعاء الحكم عشان يرى اللعبة. رجل المباراة مصطفى أحمد شوبير. رجل التصديات مصطفى أحمد شوبير هو من أهدى النادي الأهلي 3 نقاط المباراة. تصدى 4 تصديات إعجازية طوال المباراة، 4 انفرادات لنادي الإسماعيلي تصدى لهم مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بيوحنا بحاجة كويسة في حارس المرمى، إن حارس المرمى ما بيتعاملش بإيديه بس، حارس المرمى بيتعامل بكل حتة في جسمه في صد الكرة. مصطفى شوبير بيتعامل بإيديه وبجسمه وبرجليه وكل شيء. مصطفى شوبير أهدى للنادي الأهلي نقاط المباراة بالتصدي ال4 انفرادات للنادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي كان في وقت من أوقات المباراة كان ممكن إن هو يتعادل وهو ب10 لاعبين بعد طرد لاعبه لسوء السلوك مع حكم المباراة، ولكن فوقان مصطفى شوبير تمكن من صد الانفراد من لاعب الإسماعيلي لتنتهي المباراة 2-1. الهدف الأول بيرسي تاو وتمريرة سحرية من وسام أبو علي. تمكن بيرسي تاو من استقبال الكرة وقذيفة صاروخية بقدمه الشمال على يمين أحمد عادل حارس مرمى الإسماعيلي. الهدف الثاني لإمام عاشور في الشوط الثاني تمريرة سحرية من علي معلول. تمكن إمام عاشور التوغل داخل منطقة الجزاء، ترقيص مدافع الإسماعيلي وبقدمه اليسرى صاروخية على شمال أحمد عادل عبد المنعم محرزا الهدف الثاني للنادي الأهلي. لعب النادي الأهلي النهاردة لعب مباراة سيئة جدا رغم الفوز، مباراة مليئة بالبطء في كل شيء. لاعيبة بتدعي البطء في المباراة، وخصوصا الاثنين المساكين بتوع النادي الأهلي رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم. رامي ربيعة بطيء جدا في المباراة، ده من تحميل مارسيل كولر على الاثنين مدافعين ان دول بيلعبوا اساسيين ملهمش بديل، فاثنين لعيبه مضغوطين، الارهاق ظاهر عليهم، والاخطاء اللي هم بيعملوها دي دليل ارهاق لان هم الاثنين لعيبه كبار. محمد عبد المنعم مسلسل توهان محمد عبد المنعم، وان الكوره بتهرب من تحت رجل محمد عبد المنعم ده من قله التركيز بسبب الارهاق الذهني عند محمد عبد المنعم. ده البطء بدأ من الخط الخلفي. أول مرة مارسيل كولر بيلعب ب2 مركز 6،
مع بعض، دائما بيلعب واحد مركز 6 واثنين مركز 8 امامه. النهارده لعب باكرم توفيق وبمروان عطيه والاثنين مركز 1 وامامهم امام عاشور. بصراحه يا جماعه امام عاشور ده مش لاعب النادي الاهلي جابه ب 3 مليون دولار، امام عاشور يساوي 3 مليار دولار. راجل بيقدم مستويات رهيبه جدا. واحنا بنسرد لحضراتكم احداث المباراه. ما تنساش تضغط لايك للفيديو علشان نوصل لاكبر عدد من الساده المشاهدين. ولو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك في القناه فعل زر الجرس علشان توصلك كل اشعارات حلقاتنا الجديده. طبعا بنكمل تحليلنا للمباراه والبطء اللي هو بيبدا من الخط الخلفي، ولعبوا باثنين مركز 6 في المباراه، يعني انت بتلعب بطريقه دفاعيه. نوصل للجناحين. طب انت بتلعب امام عاشور، امام عاشور بيميل ان هو يلعب في الجناح الشمال. اصبح انت بتلعب بحسين الشحات، حسين الشحات جناح شمال. افتقدنا حسين الشحات ليه؟ لان حسين الشحات امام عاشور مالي الناحيه الشمال نشاط وحيويه مع علي معلول، اصبح حسين الشحات بيهرب للعمق، وفي العمق حسين الشحات ما بيلاقيش نفسه. ده اللي خلى حسين الشحات تايه في المباراه، وكل لمساته لمسات لاعب ما عندوش اي تركيز. نروح للمهاجم وسام ابو علي، وده كان شعله نشاط في الملعب، بيحرق في الملعب ولكن دون جدوى. في اللمسه الاخيره افتقدها وسام ابو علي وجميع لاعبي النادي الاهلي، افتقدوا للمسه الاخيره، ودي مشكله لابد من ان هو يتداركها مارسيل كولر في المباراه القادمه، لان احنا داخلين على مباراه الجونه ومباراه البلديه. بصراحه مباريات قويه جدا. انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي وارتفاع رصيده ل 24 نقطه، وما زال في المركز ال11 في جدول الدوري ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراه القادمه، وان هو يتدارك الموقف علشان يوصل لقمه الدوري اللي هو بيعشقها. ان شاء الله غدا مباراه نادي الزمالك في مواجهه البنك الاهلي، وجوزيه جوميز حشد كل اسلحته دفاع وسط هجوم، كل اسلحته موجوده، واستمرار غياب محمد صبحي حارس المرمى للاصابه، وابراهيم رضاي ايضا للاصابه. ان شاء الله بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك ليصعد مع النادي الاهلي لقمه الدوري في مكانهم المفضل. طبعا كلنا عارفين ان الزمالك في المركز 12 21 نقطه. النهارده برضو كان في مباراه بيراميدز وانبي، وعندنا وفي النهارده برضو مباراه باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي لدوري ابطال اوروبا. امبارح كانت في مباراه ريال مدريد وبايرن ميونخ، واستطاع ريال مدريد ان يقتنص تعادل على ارض بايرن ميونخ في المانيا 2-2 انتظارا لمباراه العوده بينهما في اسبانيا، وده في الدور قبل النهائي. في نهاية لقائي مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.